يقاتلون في القصر الجمهوري، والقصر الجمهوري يعني أقصى شرقي مدينة تعز. ذلك ليس إنجازا بحسب المتفلسفين، فمن يبيع الكلام يسرف بالإنجازات. وإن وصل رجال الجيش الوطني إلى جولة القصر لقالوا: ألم تكملوا تحرير الحوبان بعد؟ في الجبهة الشرقية لمدينة تعز أيها الواهمون، يصنع الأبطال قصص رجولة تنحت بأجسادهم، يقفزون على الألغام ويدوسون العدو ويسطرون الانتصارات. في القصر والتشريفات لقن رجال الجيش الوطني ميليشيا الانقلاب دروسا معقدة لا تفهم كالرياضيات. كلما زاد عتادهم وتعزيزاتهم زاد تراجعهم وانكسارهم. عجيبة هي تعز، عصية على الانكسار، عنيدة على الاستعباد. ففي المعارك هناك بما توفر من ذخيرة وبقلة من إمكانيات الحرب يتسابق القادة من يتقدم أول ومن يضحي قبل الآخر. فأحسبه إن شاء الله شهيدا في سبيل الله، وأقدمه وكل ما أملك من مال وأولاد وأسرة في سبيل هذا الدين وهذا الوطن. تعز فخورة إذن ببطولاتكم أيها الكبار، قادة وجنودا وأفراد. لا تسمعوا للحمقى ولا تلتفتوا لورائكم. الوجهة إب وإقليم الجند. هكذا فعل نظراؤكم في المنفذ الغربي قبل عام ونفذوا إلى عدن. أنتم على الخطى ومن في الطريق يصل. أمين دبوان، ليمن شباب.